السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي قناة مطبخ الكرم. ان شاء الله هعمل لكم بقى حلويات النهاردة بثلاث مكونات بس. الوصفة سهلة جدا وما بتاخدش اي وقت خالص، من غير تخمير ومن غير اي حاجة. ان شاء الله في الفيديو هقولك ازاي تطلعي التسوية الجميلة دي. اوقات كده بنبقى محتاجين حاجة مسكرة، ده هتقومي تعمليه مكونات سهلة. تقدري كمان لو التزيين ده مش موجود عندك تقدري ان انت تعمليه من غير التزيين ده. تاكليها كده مع كوباية شاي، بجد هتبقى جميلة أوي إن شاء الله. يا رب وصفتي تكون تعجبكم إن شاء الله، وتتشجعوا كده وتقوموا تعملوها. الوصفة زي ما قلت لكم هما 3 مكونات بس. معايا كوباية إلا معلقتين كبار من السكر البودر، يعني لو عايزاه بالجرامات هيبقى 125 جرام. معايا الزبدة، معايا 200 جرام من الزبدة. الزبدة يعني انا اشوفه انا بعملها بالشوكة، بتدعك معايا بالشوكة كده، عايزاها تبقى لينة. لو في التلاجة هتطلعيها من التلاجة قبلها. معايا 350 من الدقيق. الدقيق انا نخلاه 350 من الدقيق، يعني 3 كوبايات كده وربع. بيفرق برضو من نوعية دقيق لدقيق. الطريقة بقى بنجيب السكر البودر اللي احنا طحنينه كويس مع الزبدة، وبحاول بقى بالمضرب كده وتروحي طحنهم كويس جدا. بص انا لقيت بقى الدنيا هتتبهدل معايا من المضرب، فقلت فضلت بقى ان انا بالشوكة كده اداري كل السكر البودر ده، علشان يعني هتلاقيه بقى طار منك وبهدلك الدنيا. فانا هدعكه بالشوكة كده كويس جدا، وبعد كده ارجع تاني اضربه بالمضرب، هيبقى اسهل ومش هيطير. وتأكدي ان الدعك كويس جدا. شايفين هي بتبقى لينة لكن بيطير بس من الدفعة بتاعت المضرب. هطحنه بقى بالمضرب كويس جدا كده. هيبقى حوالي 10 دقايق. يعني انا عايزة الزبدة دي تبقى عاملة زي الفوم الابيض شوية يعني، ويتضاعف حجمها. هدعكها كده كويس جدا. اهم حاجة بقى الم الجوانب، يعني شايفين عشان الكمية مش كبيرة قوي فبتطير في الجوانب. هحاول بقى الم الجوانب بتاعتي دي كل مثلا دقيقتين 3 اروح لما الجوانب، علشان يبقى تديني فوم كويس. وفي نفس الوقت ابقى متأكدة ان الزبدة كلها دابت كويس مع السكر. شايفين بدأ لونها يبيض شوية بالشكل ده كده، خلاص بقت زي الفل معايا. هديها برضو لفة كمان بالمضرب، وابدأ ان انا انزل الدقيق بتاعي. سهلة جدا مش هتاخد معاكي وقت خالص. الوصفة هنا مش هتنفع بالمضرب اليدوي، لازم بالمضرب الكهربي عشان تديكي الفوم الابيض ده. هبدأ بقى انا انزل الدقيق. نزلت كده معلقة كبيرة من الدقيق، بس برضو اوقف بقى المضرب وابدأ ان انا انزل كده وبالسباتولا. احاول بقى ان انا الم الدقيق بتاعي كله كده. هنزل بقى الدقيق كده، يعني مش هنزله على دفعة واحدة، يعني حاولي ان انت تنزليه على 3 دفعات مثلا. وبالسباتولا بقى كده احاول ان انا اقعد اقلب فيه لحد ما يتقل شويه. ممكن ان انت تستخدمي ايديكي من الاول خالص كده وتحاولي تلمي الدقيق. احنا مش بندعك فيه، يعني بتلمي كده بايديكي لحد ما تداري الدقيق، وتحطي الدقيق لحد ما تحسي ان هي بقت متماسكه معاكي، بس ما تبقاش ناشفه. هتلمي فيها كده، هتتلمي معاكي عشان الفوم بتاع الزبده لين معاكي، فهتلمي معاكي. بعد ما خلصت كده بقى اهو، زي ما قلت لك هلمها بايديا هتبقى زي الفل معاكي. بصي بلم بالطريقه دي، يعني ما بدعكش فيها. بعد ما لميتها هغطيها كده بكيس برضو عشان ما تنشفش معايا، واجيب الصاج او الصينيه بتاعتي ما بدهناش اي ماده دهنيه. كده كده هي فيها الزبده بتاعتي، فمش هتلزق ولا اي حاجه. في المرحله دي بكون مشغله الفرن، يعني الفرن بتاعي دلوقتي شغلت الفرن، وابدا بقى ان انا اشكلها علشان بيخش الفرن على طول، يعني بسيبهاش حتى ترتاح ولا حاجه. في الاخر كده، بس هي للاسف ما تصورتش، انا حطيت فيها 20 جرام من الشوكليت شيبس. تقدري ان انتي برضو تستغني عنها، لكن هي بتدي طعم حلو وبتبقى جميله وشكلها حلو قوي. يعني 20 جرام حوالي معلقتين كده من شوكليت شيبس بحطه وانا بدعك العجينه.
بس كده خلاص. بحاول بقى ان انا اكورها. انا بوريكم الحته دي مطرح مفتوحه كده، مطرح ايه الشوكولاته. كده انا خلصته. بحطه بدخله على بدخله بقى الفرن. بدخله الرف اللي في النص. بمجرد ما يتحمر كده من تحت ويديني اللون الجميل ده، بشغل عليه الشوايه. برضو حاجه بسيطه، دقيقتين كده هتلاقيه اللون التحفه ده. هنخرجه، مش هنغطيه ولا اي حاجه. هتسيبيه كده يتهوى، وبعد كده تقدري ان انت تشكليه. وتقدري ان انت تلميهم كده في بوكس. لو انت مش هتشكليه ولا اي حاجه، هيبقى جميل عندك في بوكس، هيبقى تحفه جدا. بس ما تحطوهوش غير لما يبرد تماما. ودي طريقه التسويه بتاعته. بجد جميل قوي ما شاء الله. عندك زي ما قلتلك حجم الدايره 20 جرام يعني. انا عملتها 20 جرام، ادتني حجمها متوسط وجميل جدا. يا رب بقى تكون وصفتي عجبتكم، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامه.